السلام عليكم. اليوم في حلويات ومملحات ريما عندي لكم وصفة مملحة رائعة جدا جدا. قد ما نشكرها ما نوفيلهاش حقها، صدقوني. تبعوا معايا الوصفة وطريقة التحضير. اول شيء نبداو بلا فارس اللي هي العقدة. عندنا حبة بصل متوسطة مرابية ولا نقصوها دي بتيدي، وعندنا حبة كابوية تاني نربيوها. انا رحيتهم في العشوار. حبة زرودية تاني مرابية، وعندي 2 فصوص توم ربيتهم بطبيعة الحال، والزيت في المقلاة باش نقليو. ومن بعد نزيدو الزيبيس اللي هي الملح، فلفل كحل، فلفل احمر حلو، سكينجبير ولا زنجبيل، والكركم وشويه راس الحانوت. نخلطو كل شيء مع بعض بهذه الطريقه. بعدها واش نزيدو ملعقه صغيره طماطم مصبره. نخلطو كل شيء مع بعض بهذه الطريقه. وبعدها نزيدو بولي اشي ولا صدور دجاج مطحونين، ونخلطو كل شيء مع بعض. وهذه هي العقدة تاعنا. دونك لافارس حبيت نديرها بالخضر باش نخلطو شويه، وصدقوني تجي بنينه 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 بزاف. نخليوها تقلع على جنب. فوالا هنا راها تتقلى. نحاولوا نطحنوا مليح هذاك البولي اشي. فوالا، ومن بعد نغطيوها نخليوها طيب، ونروحوا من جهه اخرى باش نحضروا العجينه. واش عندنا في العجينه؟ عندنا اول شيء 2 كيسان فرينه، كيسان تاع 250 مليلتر، 2 كيسان. عندنا مغرفه كبيره خماره العجين، مغرفه كبيره سكر، وملعقه صغيره ممسوحه ملح، وعندنا 3 ملاعق كبار زيت، والحليب دافي باش نلمو العجينه. هنايا للامانه هنا عندي كميه صغيره، معناها الا بغينا كميه كبيره نضاعفوا المقادير فقط. نديروا النواشف مع بعض اللي هي 2 كيسان فرينه، مغرفه كبيره خماره، مغرفه كبيره السكر والملح، نخلطوهم مع بعض. ومن بعد نزيدو الزيت بطبيعه الحال، نبسوها قبل نبسوها بالزيت. انا طبعا حسب افراد الاسره، معناها ما بغيتش ندير كميه كبيره، درت هذه الكميه. معناها دير لي 7 الحبات متوسطين، اللي يضاعف تجيه اكبر، معناها تجيه 14 حبه هكا. والان راني نلم بالحليب دافي. هنا الامانه اللي ما عندهش حليب يقدر يعوضها بالحليب بودره. هي في الاصل هي تجيب الحليب بودره، بس انا بغيت نعوضها بحليب دافي، ما كاش متوفر عندي حليب بودره. يعني المفروض حليب بودره 2 ملاعق كبار حليب بودره، لكن نعوضوها بالحليب دافي نفس الشيء. اذا درنا حليب بودره نلموها بالماء دافي، واذا ما كاش الحليب بودره مباشره نلمو بالحليب دافي. وهنا حاولوا ما تغبنكمش العجينه او ما تنشمتوش فيها، يعني ما تكبوش كميه مباشره وتبداو تخلطوا، لا، ديروا غير بشويه ولموا، غير بشويه ولموا، لانها بالخف تلتم. هي عجينه سهله، ماشي صعيبه، وما تحتاج دلك بزاف. هنا راني عاود زدت الحليب، ومن بعد نحيها ونديرها في البلون دو طرافاي ونعجنها مليح مليح. فوالا، هنا كما غادي تشوفوا معايا في الطريقه، ما غاديش نعجنها بزاف، مجرد انها تلتم لي، وهي بالخف تلتم، مجرد انها تلتم لي خلاص. ولا شفتوها جاتكم جاريه بزاف بزاف زيدوها شويه فرينه، ولكن في نفس الوقت خليوها شويه تتلاصق، يعني ما تنشفوهاش،
هنا من اسرار المملحات باش تجينا العجينه مليحه وتجينا فارغه لداخل، يعني ماشي معجنه، ان العجينه تكون شويه تلاصق، تكون رطبه وتكون ملساء. لانها شحال ما نشفناها شحال ما العجينه ما تجيناش مليحه، تجينا قاصحه، ما تجيناش رطبه. وهنايا خلاص راني عجنتها بهذه الطريقه، هذا هو القوام تاعها. دونك تجي رطبه وشويه تلاصق. فوالا، نعاود نرجعها باش تخمر. مده الخمور تاعها ما بين 25 دقيقه لنصف ساعه. اذا كان الحال حامي الجو ساخن ربع ساعه تكفي. اذا كان الحال بارد، حنا عندنا الجو بارد، نديروها نصف ساعه. هنا نعاود نولي لافارس تاعي، نزيد لها 4 فروماج بورسيون، ولا عندك فروماج فوندو ديري فروماج فوندو، ولا ديري فروماج رابي، يعني حسب الرغبه، كل واحد والذوق تاعو. انا راني خلطتهم ونطفي لها ونخليها على جنب. نعاود نولي لاباط تاعي اللي خمرت بعد نصف ساعه، نولي نحلها بالحلال، نرش بلون دو طرافاي تاعي بشويه فرينه، ونجيب لاباط تاعي ونبقى نحل فيها. هنا نحاول نحلها بشكل مربع كبير، شكل مربع كبير عاده، ونشكل المملحه تاعي بهذه الطريقه. اذا هنا بعد ما حليتها بهذه الطريقه تكون مربع كبير، واش ندير؟ نقسمها على 2، ومن بعد نقسمها بالطول وبالعرض، تعطيني هاد الكميه، معناها هاد الاشكال، معناها كانها مربع او مستطيلات متساويه. ونجيب هاد الاله تاع البيتزا وندير خطوط وما نوصلهمش للاخير، نخلي واحد 2 تاع السنتيم في الاخير، معناها ما نفتحش كاع الخطوط للنهايه. والطريقه راها تشرح نفسها في الفيديو، نظن اتضحت الصورة اكثر. بهذه الطريقة هنا في البداية حددت الخطوط، ومن بعد راني نزيد ندير نزيد نفتح الثقب اكثر. بعدها واش نجيب لافارس تاعي او الحشوة ونعملها بهذه الطريقة. أتمنى الطريقة تكون واضحة. دونك ندير الحشوة هنايا في القنت ونغلق عليها. هذه الطريقة العجينة ما تعذبكش لأنها عجينة مليحة، وانا هذه العجينة نستعملها في كامل المملحات تاعي، نعتبرها عجينة سحرية. تابعوا هاد الوصفة تاع هاد المملحة او هاد العجينة ما غاديش تندموا عليها صدقوني. ونروليه بهذه الطريقة. وهنا نأكد لكم الجناب لازم نبلعوهم مليح. وهذا هو الشكل تاعها. دونك طريقة بسيطة. دونك هنايا الجناب فوالا هنا خاص يكونوا مبلعين، لان دايرين فرomage، وفرomage منطقيا غادي يخرج في الجناب، دونك اوتوماتيكمون خاص نبلعوها مليح. وهذا الشكل تاعو النهائي. انا درتها في المول، ودرت من جهه اخرى حبه بيض، خلطتها مع شويه خل، قطرات من الخل، لان الخل كما نعرفوا يقضي على ديك الرائحه تاع البيض. وكاين اللي يدير شويه حليب، يخلط البيض مع شويه حليب. دونك انا هذه الطريقه تاعي، نبغي ندير معاه قطرات من الخل باش يقضي على ديك الرائحه تاع البيض. ندهن المملحات تاعي
كامل على الوجه. نحاول ما نخلي حتى جهة بدون دهن باش كامل الحبة تتحمر بهذه الطريقة. ونقوموا بتزيينه بشوية ججلان هكذا. بهذه الطريقة حتى نكملوا كل الكمية. وبعدها ندخلوها الفور يطيب قيس ما يتحمر لنا. وهذا هو الشكل تاعو بعد ما خرج من الفور. دونك يتحمر لنا من الفوق، يتحمر من الفوق ونعاود نشعلو له من التحت ياخذ هذا اللون الذهبي ونخرجوه. ها هذا الفرماج خرج من الجوانب. فوالا وهذا هو شكله النهائي. منظر رائع صدقوني، ذوقا ومنظرا. جربوه والله ما راح تندموا. وهنا غادي نقسم لكم حبه للمصداقيه باش تشوفوا شكله لداخل كيجا. هذا هو محمر من كل الجوانب. فوالا شوفوا معايا القوام، شوفوا معايا لافارس لداخل، شوفوا شحال جا خاوي. العجينه ماشي معجنه، شوفوا شحال خاويه. صدقوني عجينه غير اعتمدوها في جميع مملحاتكم ما راحش تندموا. والى وصفه اخرى.